السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. النهاردة ان شاء الله معنا فرش شقة عروسة جديدة، فرش شقة عروسة بسيون. ده كده شكل شقة عروستنا. قبل ما ناخد جولة سريعة كده في شقتها، اتمنى منكم تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يبارك للعروسين يا رب. زي ما انتم شايفين كده المطبخ كان مفتوح امريكان على الريسبشن. كانت عاملة كوفي كورنر في ظهر النيش من ورا على طول. في الجنب اللي هو ورا النيش ده كان عندها زي طرقة صغيرة عملت فيها الكوفي كورنر. ده كده الانتريه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كانت عاملة مكتبة بالتجليد الخشب كده. ما شاء الله كان شكلها مميز وشيك جدا برضو. ده كان الانتريه بتاعها مكون من 3 كنبة و2 فوتيه. كانت عاملة بانوهات برضو على الحائط كده فيها زي اباليك كده اللي هي بتدي اضاءة فوق وتحت. كان شكلها برضو مميز وشيك جدا. ده كده كان شكل النيش بتاعها. انا كنت مصورة فيديو تاني غير الفيديو دوت، بس للأسف اتمسح مني، فاضطريت ان انا احط لكم الجزء دوت من الفيديو. الفيديو فيه التصوير سريع شوية. حطيت فوق كده في النيش قارورة ومعاها طقمين كاسات، في الجزء التاني طقمين كاسات، تحت طقم كشاف. معلش التصوير سريع، انا متأسفة والله العظيم غصب عني. ده كان فيديو سريع كده انا مصوراه. الجزء الاولاني ده اتمسح مني، فللاسف ما باقي الشقة هتلاقوا التصوير هيكون اهدى من كده ومش سريع زي الفيديو دوت. هيكون احسن في التصوير. وبقيت الصيني وشنطة المعالق، وكان باقي طقم صواني تقديم وطقم خشاف حطيته فوق شنطة المعالق على طول. ده الجزء التاني من النيش. حطيت قارورة سيلفر ومعاها كاسات كريستال. هنا طقم خشاف كريستال ومعاه طقم جولد. هنا طقمين كاسات ومعاه طقم شوبات مية. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حطيت لها رنر على السفرة كده، وحطيت شيالة الكحك، وحطيت معاه طبق الفاكهة. هنا كان الكوفي كورنر زي ما انتم شايفين معايا، كان ورا النيش على طول، كان في ظهر النيش. ما شاء الله وزعت لها بقى فيها المجات بتاعتها وطقم القهوة. حطيت لها مكنة القهوة على الكوفي كورنر والكاتل. هنا حطيت لها برضو صواني تقطيم وبقية المجات والاستندات بتاعتها. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حطيت لها برضو طقم قهوة على الكوفي كورنر نفسه. ده الباب اللي بيودينا على الجزء التاني من الشقة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله الشقة بتاعتها كانت كبيرة. كان في بابين شقة خارجيين، وده كان باب اللي هو بيودي فاصل من داخلي من الشقة نفسها من جوه. في الطرقة كانت حاطة غسالتين كده، ودي كانت الأنبوبة بتاعتها. هتقولوا لي يا دعاء حاطة الأنبوبة دي؟ الحاجة الغريبة اللي أنا قلت لكم عليها عندها في الشقة، الأنبوبة في الطرقة والمواسير نفسها موصلة زي ما انتم شايفين. الخرطوم طالع من الجدار نفسه، موصلة الخرطوم متوصل بالجدار، والتوصيلة بتاع المواسير بتاع الأنبوبة موصلة من الجدار ومن تحت الأرض نفسها. ودي الطرقة اللي بتوديني على المطبخ. هتلاقوها حاجة غريبة جدا، يعني أنا بصراحة استغربتها جدا عندها. بس مش عارفة دي فكرة حاجة كويسة ولا ديت حاجة حلوة بصراحة. بس ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين حاجتها كده ربنا يبارك لها. كانت حاطة المبرد كده، ودي كانت دي فريزر كان ماركته برضو فريش. والتلاجة برضو كذلك كانت ماركتها فريش. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كانت حطاهم كده برضو في الطرقة بتاعتها. ما شاء الله كانت واسعة مقابل المطبخ على طول. المطبخ مساحته حلوة وكل حاجة، بس يا دوبك واخد تقفيلة المطبخ بتاعتها. ما ينفعش ان هي تحط التلاجة والديب فريزر في المطبخ. المساحة يعني مش كبيرة أوي ولا صغيرة، معقولة. ده كده كان البوتاجاز بتاعها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين بيلت ان، والفرن كان تحت. وزي ما انا عرفتكم توصيلة الغاز كانت من الارض نفسها، والتلاجة والديب فريزر ما دخلتش معاها هنا في المطبخ. زي ما انتم شايفين التقفيلة داير ما يدور في قلب المطبخ. هنا كان المطبخ بتاعها امريكان. حطيت لها كده على الرخامة اللي هي بتاع التقديم بتاع الامريكان، حطيت طبق فاكهة، طبق الجاتو بتاعها او طبق التورته، وحطيت لها طقم الصواني الجولد اللي انتوا شفتوه معايا في الاول. هنا الميكروويف. وزعت لها بقى الحاجه بتاعتها على الرخامه كده بالشكل دوت، طقم المشروبات وطقم الكنك. وحطيت لها برضو المجات بتاعتها على الحامل. هنا الاير فراير، القلايه الهوائيه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. قد ايه عروستنا النهارده كان ذوقها شيك وجميل جدا، ربنا يبارك لها يا رب. هنا البوتاجاز بتاعها كان نوعه اي كوك. وهنا الفرن ما شاء الله كانت ماركته برضو فريش.
البوتاجاز بتاعها بلت ان زي ما احنا قلنا. وزعت لها بقى اطقم التوزيع كده على الرخامة. كانت هي عاملة استند كده للكاسات، علقت لها فيها طقمين كاسات. هنا في الوحدة دي بقى حطيت لها كوبايات ازاز، شوبات مية وشوبات عصير، وحطيت لها برضو كوبايات شاي. في الوحدة دي برضو ما شاء الله كانت جايبة كوبايات كتير. هيقابلنا دلوقتي دولاب كتير فيها كوبايات، وزعتها لها كده بالشكل دوت. حطيت لها هنا برضو طقم كاسات للاستخدام، وحطيت لها معاه شوبات عصير برضو. هنا حطيت لها طقم مية، وحطيت معاه طقم جيلي او طقم خشاف. طقم الخشاف اللي هو الملون دوت. هنا برضو كان كوبايات زي ما انا قلت لكم، هتلاقوا معايا واحد كتير فيها كوبايات ما شاء الله. وزعتها لها برضو كده بقية الدولاب بتاعتها. ما شاء الله هي مامتها كانت جايبه لها كل حاجه جميله جدا، ربنا يخليها لها يا رب. واخواتها ناس ذوق ومحترمين بجد، اتعاملت معاهم. والعروسه نفسها حد كيوت وقمر جدا، ربنا يسعدها ويهنيها. هنا حطيت البوله بتاع الشوربه الكبيره ومعاها مجات، وتحت ده كان اطقم مجات شوربه برضو فرداني. وزعتوها لها كده في الوحده على الرفين دول. هي الضلفه معايا مش عميقه، بس هي خدت مجات الشوربه كلها. هنا بما ان الميكروويف تحت، حطت لها صواني الكيكه والكب كيك كلها والقوارب البايركس. حطيت في الرف اللي فوق الطقم العسلي دوت. هي كان عندها اطقم تانية قريبه من ايديها للاستخدام، هي قالت لي انا مش هستخدم ده دلوقتي، فرفعته لها فوق وخلت لها الحاجات القريبه لاستخدام ايديها في الرفين اللي تحت. حطيت لها البولات البايركس والقوارب البايركس والصواني الكيكه والكب كيك زي ما انا قلت لكم، عشان الميكروويف تحته على طول. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى تشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي باذن الله. ده الدرج كده حطيت لها فيه اطقم صواني للتقديم. تحت دي كانت وحدة للخزين برضو بتاعتها. هنا بقى في المنظم حطيت لها المعالق الفرداني، وحطيت الرفايع الباقية اللي هي المقصات والحاجات دي والسكاكين وكده. وهنا بقيت الرفايع كلها وزعتها لها كده في الدرج. بصراحة المنظم بيبقى فكرته حلوة جدا وبياخد معانا حاجات كتير جدا. هنا برضو بقية الحاجات الرفايع بتاع المطبخ. تحت هنا حطيت لها فوط المطبخ. دي كانت الكيسة بتاع الشاليمو، كان معاها برضو حاجات تحت من ضمن الرفايع. هنا في الوحدة ديت بقى حطيت لها الطقم السيراميك والطقم الجرانيت. حطيت لها طقم سيراميك، وحطيت لها الطقم التيفال. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الضلفة معايا عميقة فخدت طقمين حلل مع بعض. هنا حطيت لها كل الاستانلس والطقم الكنك الاستانلس. في الرف الاخير دوت حطيت لها كل ما يخص الاستانلس كده بالشكل دوت. هنا كان التربو اللي هما الثلاث ادراج اللي فوق بعض دول، كان التربو بتاع الخزين البصل والثوم والحاجات دي. في الوحدة دي بقى حطيت لها طقم برضو حلل، وحطيت الجريلا اللي هي بتاع الشوي، وحطيت معاها القلايات. في الرف الاولاني. الرف التاني على طول حطيت لها كل البلاستيكات بتاعتها. هنا رصيت لها كل القلايات اللي هي هتستخدمها، وحطيت لها طقم حلل تاني. هنا بقى تحت كان البلاستيكات كلها، كل العلب البلاستيك والحاجات البلاستيك الخاصة بيها. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب، كل حاجتها كانت مميزة وشيك جدا. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. على الرخامة بقى حطيت لها بقية الحاجة بتاعتها اطقم التوزيع زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف مع بعض في الوحدة اللي فوق حطيت لها فيها ايه. الضلفة دي برضو خصصتها لها للإزاز، باقي الإزاز بتاعها ما شاء الله. حطيت لها برضو طقم خشاف، وحطيت لها معاه كوبايات برضو للعصير وكوبايات للمية. وزعتهم كده في الضلفة ديت. الوحدة دي بقى خصصت رف للبقوليات كده، العلب البقوليات حطيتها فيها، وحطيت لها فوق باقي الكوبايات الزيادة عندها. هنا في المطبقية بقى بتاعتها ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، حطيت لها برضو طقم اكوبايركس الاستخدام، طقم الاطباق. وحطيت برضو تحت الكوبايات كده بالشكل ده. هنا دي وحدة زي جرار كده، حطيت لها فيها الأجهزة الكهربائية، الخلاط والكبة والهاند بلندر.
وفوق دي كان باقي اطباق طقم زي طقم جروبال كده، كان عندها زياده، هي كانت جايباه اطباق فرداني كده وحطيته لها كده برضو، هي كانت حابه تستخدمه، حطيته لها برضو في الاول كده. هنا حطيت لها الطقم الميلامين كامل على بعضه، وفوق حطيت لها الطقم الكريستال دوت، طقم اطباق كريستال ما شاء الله، كان شكله برضو مميز وشيك جدا. وزعته لها كده مع طقم الخشاف اللي هو الجيلي دوت. وبكده نكون خلصنا جولتنا في مطبخ عروستنا. اتمنى ان شغلي النهارده في مطبخها وفي النيش يعجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتدعموني عشان انزل لكم شغل جديد الفتره الجايه باذن الله. ده كده كان شكل المطبخ كده كامل على بعضه. الناس اللي بتقولي يا دعاء ما بتجيبيش المطبخ كامل على بعضه، زي ما انتم شايفين ده كده شكل المطبخ كامل على بعضه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك للعرايس يا رب كلها ويسعدهم ويهنيهم يا رب، اللهم امين. تعالوا مع بعض بقى نشوف الطرقة التانية دي. في نفس الطرقة اللي كان فيها الأنبوبة من الجنب التلاجة والديب فريزر، دي طرقة تانية بتودينا على الباب الشقة التاني اللي أنا قلتلكم عليه، غرفة الليفينج وغرفة الأطفال وغرفة النوم. هنا أول حاجة معانا، أول دخلة لينا كده كانت غرفة النوم بتاعتها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. دي كان شكل الغرفة ما شاء الله، قد ايه كانت الغرفة هادية وجميلة وواسعة ما شاء الله. كانت حلوة جدا. عملت لها لف كده على السرير وحطيت لها بوكيه ورد، سبت لها الإضاءة الهادية كده. وريها لكم شكل الأوضة ما شاء الله. والمفرش يعني قصة وحكاية بجد زي ما بيقولوا. المفرش كان تحفة جدا بتاع السرير، قد ايه كان هادي وبسيط وشيك جدا. ربنا يبارك لعروستنا ويسعدها ويهنيها يا رب. ده كده شكل عام للغرفة. هنشوف مع بعض بقى تفاصيل الغرفة واحدة واحدة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السجاد ماشي جدا مع ألوانات الغرفة، والستاير بتاعتها برضو مميزة. حاول ان انا اقرب منها واوريكم القماشة بتاع الستاير قد ايه كانت عجباني جدا. ده كده شكل التسريحة. وزعت لها بقى الصينية اللي عليها البرفن ديت، كانت صينية الخطوبة بتاعتها، وحطت لها عليها البرفن بتاعها وبتاع العريس. خصصت جزء كده للعريس وجزء لها. وزعت لها برضو بقية حاجة الميك اب بتاعتها في الجزء اللي فوق دي. حطيت لها بقى كام بالة ميك اب كده، وحطيت، هي كانت جايبه العلب الكريستال ديت، حطيت لها خصصت لها علبه للفرش وعلبه للمكياج اللي هو الروج والحاجات الفرداني بتاعتها. حطيت لها ازازه البرفن اللي هي على شكل الشوز ديت، شكلها كان شيك جدا وجميل. اغلب العرايس كلهم بيجيبوها دلوقتي، بتدي شكل حلو جدا على التسريحه. ده كده كان شكل التسريحه بتاعت عروستنا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الدولاب بتاعها حطيت لها فيه ايه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الملايات بتاعتها والفوط قد ايه كانت جميلة جدا وخامتها حلوة ما شاء الله. رصيت كده في الرف الاولاني فوق الفوط بتاعتها، وبقية الفوط حطيتها في غرفة الاطفال هنشوفها مع بعض. وهنا الملايات حاولت ان انا ارص لها المطرز لوحده واللي هو المشجر لوحده، رصيتهم لها كده في الرفين كده زي ما شفتوا معايا. هنا ما شاء الله كانت هدوم العروسة صيفي وشتوي. حاولت ان انا الم لها الصيف الشتوي فوق بما ان احنا في موسم الصيف، وحطيت لها الصيفي تحت كده زي ما انتم شايفين معايا. وصغرت التطبيقة بحيث ان انا اخد اكبر كم من الهدوم بتاعتها في الدولاب. الضلفة دي بقى خاصة بزوج العروسة، يعني خاصة بالعريس. ربنا يبارك لهم يا رب. ما شاء الله كده ده كان شكل الأوضة بتاعتها. تعالوا بقى مع بعض ناخد جولة سريعة كده على الجزء الخاص بالحمام. دي الشماعة بتاع التعليق بتاعتها بتاع الأوضة، ودي برضو شنط السفر بتاعتها. هنا السرير زي ما انا قلت لكم. هنا البنكيت كنت حاطلها عليه بوكيه الورد كده ما شاء الله، كان شكله مميز. والمفرش بصراحة يعني تحفة، كان عاجبني قوي. رسمة المفرش كانت شكلها شيك وجميلة جدا. ربنا يبارك لها يا رب. دي الستاير بقى اللي انا قلت لكم عليها في بدايه الفيديو واحنا داخلين الاوضه، كانت عجباني قوي. تحسوا ان فيها قطيفه بارزه كده، كان شكلها شيك ومميز جدا. ولون الستاير كان برضو حلو جدا مع لون الغرفه. ربنا يبارك لعروستنا. هنشوف مع بعض بقى الحمام الخاص بالغرفة. كان في حمام تاني عند الطرقة اللي كان فيها الأنبوبة كده، بس للأسف أنا ما صورتوش لأن كانوا لسه في حاجات يعني بيوضبوه بيشغلين فيه، يعني كانوا لسه هينضفوه كده. ده كده الحمام الخاص بالغرفة بتاعتها ما شاء الله، كان شكله برضو جميل جدا. حطيت لها البرنس والفوط بتاع البرنس.
كانت جايبة منظم كده للشاورات والحاجات الخاصة بالحمام، بصراحة لم معاها كتير جدا. كان عندها شماعة تعليق مدورة برضو، حطت لها برضو فوطة كمان فيها. ده كده بقى الشكل النهائي لغرفة عروستنا. ما شاء الله قد ايه كانت الغرفة جميلة وشيك جدا. لو عجبتكم رصة دولاب الغرفة ولو عجبتكم رصة التسريحة ما تنسوش تحطولي اللايك وتقولي رأيكم في الكومنتات. تعالوا بقى مع بعض نشوف غرفة الليفينج وغرفة الأطفال. دي بقى الطرقة برضو اللي بتدخلنا على غرفة الليفينج وغرفة الأطفال. دي طارة كده كانت على باب الشقة، هحاول ان انا اوريها لكم دلوقتي. هوريكم التابلو اللي هي كانت جايباه على الحائط. كانت جايبة تابلو كده عليه محمد وكلمة الله ولا حول والآية الكرسي اللي هي لا إله إلا هو الحي القيوم. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. وكانت حاطة طارة كده على باب الشقة، اللهم بارك هذا البيت. كان حد تقريبا من صحابها عاملها لها، كان شكلها شيك برضو ومميز جدا. دي غرفة الليفينج برضو قد ايه كانت بسيطة. هي عروستنا بصراحة ذوقها رقيق وجميل جدا في اختيار حاجتها، ربنا يبارك لهم يا رب. دي مكتبة الشاشة، وسعت لها بقى فيها بعض الانتيكات كده، حطت لها الانتيكات بتاعتها. وكان عندها كتب برضو، خليت رف كده للكتب، وزعنا برضو بعض الانتيكات. ما شاء الله كانت عاملة ستاير لونها زيتي هنا. لون الكوشن بتاع الركنة كان ناطق جدا مع اللون البيج، وكان مدي شكل حلو جدا. لو اخدتوا بالكم من الكوشن اللي هو الزجزاج ده، نفس الرسم اللي هو في السجاد قريب منه جدا. وفي الترابيزة برضو من تحت كان نفس، تحسوا ان الترابيزة مقسومة لونين كده، فهي كانت ماشية جدا مع السجاد بتاعها. حطت لها مفرش كده هاند ميد على الترابيزة. كانت هي برضو جايبة طبلوهات كده رقيقة على الحيطة. ده كده شكل غرفة الليفينج. تعالوا مع بعض بقى نشوف غرفة الأطفال، ودي آخر غرفة معانا النهاردة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا حاطين لها كده المكنسة ودول السريرين، فرشت لها المفارش السوفت التركي على السراير. وزعت لها بقى الدباديب بتاعتها كده على السرير، وحطت لها العروسة القمر ديت على السرير برضو، كانت عجباني قوي. كان شكلها قمر قوي ما شاء الله. جنب الدولاب كده، الدولاب بتاعها مساحته صغيرة، ما خدش الحفة والبطاطين الكبيرة، فحطيناهم كده جنب الدولاب على طول. تعالوا مع بعض بقى نشوف حطت لها ايه في الدولاب. حطت لها اطقم الملايات بتاعتها وبقية الفوط والحاجات اللي باقية مني في غرفة النوم. حطيت فوق كده ده كده كان شكل الرصة كده كاملة على بعضها. حطيت في الرف الاولاني الحافل للسرير الكبير، وطعمت كده فوق بالفوط الاطفال. هنا حطيت ملايات سرير الاطفال كلها كاملة. هنا باقي ملايات مني من السرير الكبير، وكوفرتة للسرير الكبير، وبرضو فوط حطيتها لها كده بالشكل ده. هنا حطيت لها كوفرتة اطفال ومعاها دفاية للسرير الكبير، وطعمت برضو بالفوط وحطيت كوفرتة برضو للسرير الكبير في الرف اللي تحت، وفوقيه دفاية على طول. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حاجتها كلها كانت شيك ومميزة جدا. هي برضو استغلت الشماعة دي في التعليق للبس جوزها. هنا حطينا برضو اللحاف التاني بتاع سرير الاطفال، وطعمت بالفوط. تحت بقى حطيت لها كل شنط الخروج بتاعتها كده بالشكل ده. ده كده الشكل النهائي لغرفة الأطفال بتاع عروستنا. أتمنى بجد لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تدعوا دعوة للعروسة من قلبكم، لأن هي حد قمر أوي يستاهل كل خير. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب، ويسعد كل عرايسنا. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد في شغلي بإذن الله. وبكده نكون خلصنا جولتنا في شقة عروستنا، وانتظرونا بفيديو جديد مع شقة عروسة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.